السلام عليكم. انا حمزه جواد. انا بغيت نعاود لكم القصه اللي وقعت لي. غنبدا لكم منين تشديت في اول ليا موتيف، في اول ليا عقوبه تشديت انا وجوج دراري صحابي. عندي ديك الساعه 16 عام. جوج صحابي كنا مصاوبين كاريات، كنصيدو بدوك الكاريات ديال الجباد، وهرسنا واحد الدجاج ديال واحد الكوليج عندنا تما، وهرسنا واحد الطوبيس والصغر، وشدوني ديك الساعة اعتقلوني للحبس. عندي 16 عام. الدراري صحابي داوهم للخيرية الفقي بن صالح للسونتر. انا فاش شدوني جابوني للحبس بني ملال تحكمت ب3 سنين. من بعد فاش تحكمت ب3 سنين هزوني للسجن ديال خنيفرة. فاش هزوني للسجن ديال خنيفرة وصلت عمري ديك الساعة 17 عام. فاش يلاه تهزيت للسجن الخنيفرة داوني للأحداث عند الدراري الصغار. كنت أصغر واحد في الأحداث. ضربت معاهم 15 يوم. يلا جيت أنا الخنيفرة ديك الساعة. عيط ليا المدير من بعد 15 يوم. فاش عيط ليا المدير فرض عليا باش غنمشي لعند واحد الناس عندهم عزلة ديالهم وحدهم، هما 3 الناس. واحد محكوم بمؤبد، وواحد محكوم ب20 عام، وواحد محكوم ب10 سنين. الكبير فيهم في اللاج ديالو عندو فوق 50 سنة. ما كاينش شي سجين اللي ما كيعرفهمش داك التاريخ، وفي خنيفرة معروفين. وفاش مشيت لعندهم فرض عليا المدير باش غنمشي لعندهم على اساس قال لي انت داري وسيم زوين باقي صغير، هذا غتبقى مع دوك الدراري الصغار، ما غتولي دير ضرب راسك تفعل ترى كل ما تمشي عندهم الناس راه طلبوا عليك تمشي عندهم يعاملوك بحال ولدهم. فاش مشيت عندهم اذا بيا ضربت معاهم واحد المده ديال واحد الاسبوع في ديك العزله عندهم اللي كان عاطيهم المدير. اذا بيا كنتفاجئ شربوني الفانيد في مناضة ما عرفتش بالله فيها الفانيد. ناضوا عرضوني لاغتصاب جماعي. فاش نط دويت على المشكل واسمو، المهم انا كنعاود غير في الحيتيات ما عنديش كيفاش نعاود كلشي. فاش عرضوني لداك الاغتصاب جماعي وبديت نغوت وبكيت وضربت راسي واسمو، ما عرفتش كيفاش. قال لي المدير فرض عليا باش غنسكت ما نعاودش هادشي لشي واحد، وقال لي اودي راه مديتهمش عندك، مديتكش اودي لعندهم باش غادي كرفسوك ويوقع لك هذا المشكل واسمو. نديتك لعندهم على اساس يعاملوك بحال ولدهم وهذا واسمو. المهم اذا بيا العائله ديال بلغت شي ناس في السجن، شجلوني. صيفطوا للعائله ديالي داك التسجيل. من بعد جات لعندي العائله واقفين عليا 4 الموظفين باش ما نعاودش للعائله، ورغم ذلك عاودت ليهم للاخت ديالي واسمو. وفاش عاودت ليهم ناضوا توجهوا للمرصد الوطني لاله مريم لحقوق الطفل في الرباط. جاو عندي الدرك الملكي تصنتوا ليا، عاودت لهم كل شيء اللي كاين. الناس اعترفوا دوك السجناء اللي كعرضوني للمشكل، وقالوا بالله المدير عطاوه 4 المليون باش يجيبني لعندهم. والمهم رغم ذلك هادشي كامل صيفطوني لمكناس لسيدي سعيد على اساس باش ندوز في المحكمة الجنائيات على التحقيق مع دوك الناس، وفي نفس الوقت ندوز عند خبير نفساني. داك الخبير النفساني كندوز عندو 3 الخطرات في الاسبوع، وفي نفس الوقت تندوز عند قاضي التحقيق. لدرجات الملف ديالي بقى عند قاضي التحقيق مدة 3 سنين وهو تيحقق في القضية. تا خرجت انا من السجن جاني عفو ملكي. فاش خرجت من السجن دوك الوعود اللي تلقيتهم من المرحومة اسيا الله يرحمها الوادي، هي مات ما تنصرتش في الحق ديالي. والمرصد الوطني والمحاميين والصحافه اللي كانت تكتب عليا في ذاك الوقت وتيقولوا لي غناخذوا لك حقك وكل شيء ثابت في حق هاد الناس وهذا. ورغم والدليل على هذا الله يجازيكم بخير، انا اللي بغي نوصل للراي العام. نهار وقع لي المشكل صيفطني رئيس المعقل والمدير ورئيس المعقل هما اللي صيفطوني. رئيس المعقل ناض زور واحد 6 ايام. قال لهم ودي حمزه جواد فاش تحول لديك الغرفه ما كنتش انا رئيس المعقل. فاش حقق معاه قاضي التحقيق صابو مزور ديك 6 ايام يكفي. مزور ديك 6 ايام وتورط فيها، وقال لي قاضي التحقيق في مكناس قال لي راه عندك الوشايه الكاذبه. وفي نفس ذاك التاريخ قاضي التحقيق طلق الملف للجنائيات للجلسه. والجلسه بقاو كيديروا ليا في ديك المداوله وانا ما خرجتهمش. ما بقيتش عارف كيفاش نوصل المشكل ديك الساعه للراي العام، وما عرفتش كيفاش وبقاو عليا لا تيعطوني 70,000 80,000 وتيقولوا لي اليوم غدا نعيطوا لك الجلسه غناخذوا لك حقك نديرو. بقاو تيتناساو في داك المشكل باش دوز الاقدميه على الملف. وفعلا داكشي اللي وقع، داز الاقدميه على الملف. نهار بغات تحكم القضيه ديالي طالبت بالمحاميين جوج ديال المرصد الوطني لحقوق الطفل، منهم احمد
محمد شوقي بن ايوب ولا داعي للاسماء، وعاد المحامي اللي معاه وطالبت له الرئيس، قلت له الله يجازيك بخير، انا بغيت المحامين ديالي ديال القضيه. قال لي يا ولدي المحامين ديالك محامين دوليين، دابا راهم في الامم المتحده في ميريكان، هاد المحكمه غتعين لك محامي مساعده قضائيه. وفاش عينت لي محامي ديال مساعده قضائيه، دوا عليا ودويت والناس اعترفوا بداك الشيء اللي داروا ليا واسمو. وفاش بغيت نسمع الحكم في حق دوك الناس، قال لي الرئيس والمحامي ديال المساعده القضائيه، انت كمعتقل ولدي ما خصكش تكون في الجلسه، خصك تنزل لكاب للسيلون. وفاش نزلت لكاب تم الحكم على دوك الناس وما عرفتش باش تحكم، وتخزن الملف ديالي ونط بغيت نستانف القضيه وانا معتقل. قال لي ما من حقكش تستانف وانت معتقل، خص المحاميين ديالك يستانفوا لك القضيه. والمحاميين ما بقيتش شفتهم من داك الوقت. الدار والديا ناس كبار مسنين، امي وبا، خوتي، الناس الجيران راهم كيعرفوا الحاله. راه الناس كيعرفوا الحاله ديال الاسره ديالي كي دايره. انا عندي بهذا المفهوم هذا، انا ما كنخزنش العيب ديال اسمو. هادشي بالنسبه لي قضاء ديال الله. العائله ديالي امي با تيخدموها في الموقف، امي كتصب نهار العيالات راه مسنه وتطلع مسكينه على الرباط وتيبقاو يجرجروا فيها. الملف ها هو هنا، ها هو هنا، ها هو هنا، غنديروا ليه، نفعلوا ليه، نتركوا ليه. انا اللي بغي نوصل للراي العام، الله يجازيكم بخير، انا وقع لي اغتصاب جماعي والمدير هو اللي تسبب لي في هادشي كامل ديال السجن ومساجن. ونهار عيطوا للشهود باش غادي يشهدوا، عيطوا للموظفين. علاش ما يعيطوش للسجناء ديال الحبس كامل يشهدوا في هذه القضيه؟ وكل شيء تيشهد لي يومنا في هذه القضيه، وكل شيء عارف المشكل ديالي. انا كانوا ناضوا بغا يقتلوني في ذاك الوقت باش ما نبقاش ندوي على المشكل. علاش؟ واش تيهينهم؟ واش تيهين ما فهمتش ليومنا هذا. واش هاد الناس هادو فاش كانوا بغاو يقتلوني، واش كيهين المشكل تيهين الرأي العام ولا تيهين المجتمع ديالنا ولا تيهين القضاء ديالنا؟ ما فهمتش. الله يجازيكم بخير. انا اليوم ولا غدا يقدروا هاد الناس يقتلوني. انا هارب دابا من السجن، انا هربت من السبيطار ديال بني ملال، ولكن اللي خلاني هربت من السبيطار ديال بني ملال هادشي اللي بغي نوصل للرأي العام. ضربت مع موظف سبني بالمشكل ديالي، هاني وديما تيهينوني يوم يقتلوا فيا عصا. تنوض تندير شكايات، كتبت الوكيل العام للملك، كتبت الوكيل العام للمجلس الاعلى، كتبت للديوان الملكي، درت الاضراب على الطعام فوق 40 خطره. تنوصل الاضراب على الطعام ل 40 يوم 45 يوم. انا الناس في السجن ديال بني ملال معروف تيعرفوني بالاضراب على الطعام ديالي، ندير الاضراب على الطعام بزاف. تناشد باش ناخذ الحق ديالي وباش يتصنتوا ليا، وما كاينش اللي كيتصنت ليا، ما كاينش. تيقولوا لي ودي ما عندك ما تصور من هاد الناس، ما عندك ما تصور منهم، ما عندك ما تصور منهم. المخزن هذاك صافي الله يعاون، حاول تنسى المشكل ديالك وتعايش معاه واسمو. كيفاش انا غنتعايش في ما فهمتش هاد الناس علاش ما خدا. انا ما باغي فلوس، ما باغي غير الحق ديالي يتخاد ليا، وباغي اعاده النظر في هاد القضيه. وهاد الناس كبروني في الحبس من الاخر ديال 99 وانا كنضرب في الحبس. ما عمري عشت حتى شهرين على برا. بين الشده والشده ما كايناش حتى 10 ايام، ما كايناش 10 ايام، ما كايناش بين الشده والشده من التاريخ ديال الاخر ديال 99. وكنرجع بحالات العوده غير الجنائيات. كنبغي نتخزن على الراي العام فعلا. الناس اللي كيعرفوني واسمو كنفضل تنقول المشكل وقع ليا وسط الحبس وما تنصفتش فيه، انا نعاود نمشي للحبس. فاش كندير علاش نمشي للحبس؟ كنقدم ليهم راسي وما كيديروا لياش مقدم راسي. تيديروا لي عقوبه ديال 5 سنين 6 سنين، تكبروني غا وسط الحبس. عندي 5 شدات من الاخر ديال 99 لدابا، ضربت فيهم واقيلا قريب ل20 عام ديال الحبس. الطفوله ديالي، المراهقه ديالي، الشباب ديالي، كلشي ضاع في الحبس. ما عمري عشت شي نهار وسط، ما وليتش كنعرف اشنو. دابا الله يجازيكم بخير، انا اللي بغي نوصل للراي العام، راه كاين اللي عندو خواتات وكاين اللي عندو خوت الا كان اي واحد يتقبل يوقع ليه هادشي اللي وقع لي انا، يا ليه يا الخو يا الختو، حتى انا ممكن يوقع لي هادشي. الله يجازيكم بخير. انا كناشد الشعب المغربي وتناشد المغاربه وتناشد سيدنا الله يجازيه بخير، كناشد سيدنا الله يجازيه بخير، وكناشد الاسره العلويه الله يجازيكم بخير. راه لالا مريم
المرصد الوطني لحقوق الطفل ديال لاله مريم راه عندها الملف ديالي، وربما هاد القضيه راه في راسها، وناضوا بقاو تيتناساو على الملف. تا ربما واش تصحابني تنصفت في المشكل، انا ما تنصفتش فيه. الله يجازيكم بخير، وعاش الملك، وعاش الملك. انا ما عنديش شي واحد اللي غنطلبو من غير الشعب المغربي والملك. والله يجازيكم، انا راه هارب من السبيطار، واللي خلاني هربت من السبيطار برا بغاو يدقوها ليا، هذيك هي اللي ما تقبلتش. الله يجازيكم بخير، راه برا بغاو يدقوها ليا في السبيطار وتكرفسوا عليا في السبيطار. انا نط ضربت راسي، ها حالتي غنوريكم كي دايره. نط ضربت راسي، هزوني من الحبس داوني للسبيطار على اساس يخيطوا ليا ويصوانيو ليا ويرجعوني. اذا بيا تنتفاجئ، كتفوني بالمينوط في المستشفى الامراض العقليه، داروا لي مختل عقلي باش ما نبقاش ندوي على المشكل. تيقولوا لي الا متي بهذا المفهوم ما عندك ما تصور. وحاشا المجتمع المغربي، وحاشا الناس اللي غتبارطاجي هذا الفيديو ديالي. الله يجازيكم بخير، قسما بالله المعبود الا مدير ديال المؤسسه ديال السجن قال لي ولدي الا متي بهذا المفهوم، انا ما قدرتش نقول هاد الهضره اللي غنقولها، مع ترغمت باش غنقولها. قال لي ولدي الا متي غنديروا جوج كليمات وغنقولوا حاشاكم بهذا المفهوم هذا حمار مات. جوج كلمات وغنديروا حمار مات. الله يجازيكم بخير، وعاش الملك، وعاش الملك. وانا كناشد الشعب المغربي، ولا ربما النص ديال الشعب ديال المغربي في 2001 عارف القصه ديالي وتيصحابوني تنصفت فيها. الله يجازيكم بخير، انا هاد الناس باعوا وشراو فيا في السجن. الله يجازيكم بخير، وعاش الملك، وعاش الملك. واش اللي تيقول الحق دابا واللي تيدوي بهاد الجرأة هادي كنردوه ما مزيانش، كنردوه مجرم. انا ماشي مجرم، هاد الناس اللي سمعوا مني مجرم بهاد المفهومات، سمعوا مني مجرم، انا ماشي مجرم. يمشيو يشوفوا الاسره ديالي، عائلتي، خوتي كي دايرين. انا ماشي مجرم. هاد الناس اللي خرجوني بالاجرام صنعوا مني وحش، ورغم ذلك ما كنتعداش. يمشيو يقلبوا القضايا ديالي علاش كنجي للحبس. الا صابوا عقوبه ديالي فيها ضرب معرض بنادم شي حاله خطيره، انا كنطالب القضاء المغربي يعدمني ديك الساعه. انا غنكون عند الكلمه، بغيت القضاء المغربي يعدمني ديك الساعه. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، وعاش الملك. وانا كناشد الاسره العلويه، انا كناشد الاسره العلويه، وكناشد الشعب المغربي يوقف في هذه الحاله ديالي. انا مزاوق، انا هذه ماشي فتنه للشعب ولا، هذا واقع كنعيشوه. مع الا ما درتش هكا كيفاش باش غادي يعرف بنادم المشكل ديالي؟ باش غادي يعرف؟ الله يجازيكم بخير، وشكرا.